السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل كنافة البلح الاسمر بأقل نسبة سكر. هنبدأ بالشربات. هنحتاجوا شربات خفيف، نص كوباية من السكر وكوباية من المية وعصرة ليمونة. هرفعهم على النار لغاية ما يتقل القوام شوية. بعد كده اضيف لهم، اشيلهم على النار واضيف لهم الفانيليا وهسيبه على جنب. هنا معايا 220 جرام من الكنافة المتقطعة، معلقة كبيرة من السكر، نص كوباية من السمنة المذابة، مش هستعملها كلها، هشيل منها حوالي معلقة او معلقتين واركنهم على جنب. هنا ببدأ ان انا اخلط المكونات دي كلها. معايا صينية مدهونة بالسمنة دهنة كويسة لان هقلب الصينية بعد كده. هنا ببدأ اعمل قاعدة واعمل احرف، وهنا هبدأ ان انا اضغط عليها بالشكل ده عشان اسويها وعشان لما اجي اقلبها تكون مظبوطة. معايا بلح اسمر متفرز، بدأت غسلته وقشرته وشلت منه النوى وطلع بالشكل ده. هنا هبدأ ان انا اعمل قاعدة، وبعد كده هساوي بعد كده عليها. ابدأ ان انا ارش لها شوية من جوز الهند حوالي معلقة، وبعد كده هبدأ ان انا ارش عليها من فوق باقي الكنافة اللي معايا. مش هزود سمنة تاني ومش هزود اي حاجة. هنا هبدأ اسوي الوش. في الوقت ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية. هدخله على الرف الأوسط من الفرن، ومجرد ما بتاخد لون من تحت ومن هي بالأحرف بتحمر، بعد كده بشغل الشواية تاخد لون. هنا أنا قلبتها، فدي كانت القاعدة. عشان كده احنا دهنا سمنة كويس. أهم حاجة خطوة السمنة اللي من تحت في الصينية من تحت، هي دي اللي أنا قلبت بيها الصينية. وهنا بدأت إن أنا سقيتها الشربات. طبعا بسيبها تهدى شوية، ولغاية بعد كده ببدأ إن أنا أقطعها. اجمل حاجة في الوصفة ان هي سكرها قليل، مقرمشة وجميلة. والناس اللي مش بتحب البلح الاسمر، ما شاء الله الوصفة جميلة وبألف هنا للناس اللي